تخيل معايا بطولة وحدة قلبات الموازين ديال القارة كاملة، ماشي غير في الكرة ولكن في البيزنس والفلوس. الكاف خرجت ببيان رسمي كيزلزل الساحة. كان المغرب 2025 ماشي مجرد نسخة ناجحة، هذه هي الدجاجة اللي بيضات الذهب لإفريقيا. واش كتعرف باللي الأرباح قفزات ب90%؟ واش كتعرف باللي العالم كامل من الشينوا حتى اليابان ولاو كيتسابقوا باش يحطوا الإشهارات ديالهم في الملاعب ديالنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. أنا محمد أمين وهذه قناة ترند فلوس دايركت. هادشي زوين وكيفرح، ولكن وسط هاد الغلاء اللي كنعيشوه ووسط هاد الأرقام الفلكية كاين واحد السؤال كيدور في بال كل مغربي ومغربية: أنا شنو غيستافد جيبي من هاد الصداع كامل؟ واش هاد الملايير غتبقى غير في الفنادق والشركات الكبيرة ولا غتوصل لبرادتاي وقفة الدرويش؟ شوفوا الفرق باش تفهموا الصدمة. في 2021 في كاميرون كانوا غير 9 ديال الرعاة، ولكن في المغرب الرقم وصل ل 23 راعي عالمي. شركات من الأمريكان، ألمانيا، تركيا وحتى الاتحاد الأوروبي دخلوا كشركاء رسميين لأول مرة في التاريخ. هاد الأرباح ما كتوزعش كاش في الحسابات البنكية، ولكن كاين عائد كيمس حياتك أنت ولد البلاد. أول حاجة هي البنية التحتية، من طرقان وسبيطارات وترامواي اللي يبقاو لينا مورا ما تسالي البطولة. وتاني حاجة هي فرص الشغل اللي تفتحات للشباب في مجالات السياحة والأمن والديجيتال، وحتى عالم الألعاب الإلكترونية اللي تخليه المغرب من بابه الواسع. النجاح التجاري ديال الكان هو شهادة ثقة في بلادنا، وهاد الشركات العالمية فاش كتحط فلوسها هنا كتعطي إشارة للمستثمرين باش يحلوا معاميل ومشاريع غتخفف علينا الضغط الغلاء مستقبلا. الربح الحقيقي لنا كمغاربة هو نثبتوا العالم أننا قادرين ننظموا مونديال قبل الوقت ونفرضوا هاد القوة الاقتصادية على الواقع ديالنا. دابا بغيت نعرف رأيكم بكل صراحة، واش كتحسوا باللي هاد التظاهرات الكبيرة كتنفعكم بصح في المعيشة ديالكم ولا كتبان لكم مجرد أرقام في التلفازة؟ هبطوا للتعليقات وقولوا لنا آراءكم. ما تنساش تدعم القناة بجام وبارتاج باش المعلومة توصل لكل شيء بطريقة صحيحة وبسيطة، وخليكم ديما على اطلاع بفيديوهاتنا باش يوصلكم الجديد. شكرا على المتابعة، نتلاقاو في الفيديو الجاي وفي أمان الله.